بيبدأ فيلمنا وبنشوف مجموعة من اللاجئين والمهاجرين بيحاولوا يعدوا من أسلاك شائكة على الحدود، لكن بيمنعهم بعض أفراد الشرطة، وكمان بيتجرحوا من الأسلاك. وفجأة واحد منهم بيقع وهو بيحاول يعدي وبيموت، وبيقرب منه واحد من الشرطة وبيحاول ينقذ حياته، وبيدوس على صدره عشان يرجع يتنفس، لكن بيكون خلاص مات. وفي اللحظة دي كل اللاجئين اللي عاوزين يعدوا السور بيعلوا صوتهم ويعملوا دوشة جامدة احتجاجا على اللي حصل. وبعد شوية بنشوف عربية فيها مجموعة من الحراس ومعاهم موظف من حماية البيئة اسمه جونز، وبيتبعوا مجموعة من الصيادين اللي بيصطادوا الحيوانات في المحمية. ونروح نشوف آدو وآلي، ولد وبنت اخوات راكبين على عجلة، وبنعرف ان آلي كانت بتعلم اخوها ركوب العجل، لكن بتقوله لازم نرجع على البيت. وهم في طريقهم بيسمعوا صوت رصاص، بينزلوا من على العجلة وبيحاولوا يشوفوا الصوت جاي منين، وبيلاقوا مجموعة من الصيادين اصطادوا فيل وبياخدوا السنان بتاعته، وبيحسوا بحركة بين الزرع لكن مش بيشوفوهم، لكن بيستخبوا منهم. وأول ما بيشوفوهم وصلوا للعجلة بتاعتهم، قالت تاخد أخوها وتجري بسرعة. وبعدها بنشوف اللي اصطادوا الفيل أول ما بيسمعوا صوت عربية جاية عليهم بيسيبوا المكان فورا ويمشوا، وبيكون اللي راكب العربية جونز ومعاه الحراس. ولما بيوصلوا بيشوفوا العجلة مرمية جنب جثة الفيل، وبيفتكروا إنها بتاعت الصيادين اللي قتلوا الفيل. وواحد من الحراس اسمه كابيلا بيقترح على جونز إنه يوزعوا لحم الفيل على أهل القرية، لكن جونز بيرفض ويخليهم يحرقوه وبياخد العجلة معاه عشان لما هيوصل لصاحبها هيعرف مين اصطاد الفيل. ونروح ونشوف أم أدو آلي بتزعق لهم علشان خرجوا بره القرية وده خطر عليهم. وقتها أدو بيقول لأمه إنهم اصطادوا كيمياء وده الفيل اللي شافوه مصطادينه. ونروح نشوف ماتيو، واحد من الحراس اللي كانوا واقفين عند السلك الشائك، ومعاه 2 من صحابه بيتفرجوا على الفيديو اللي وقع فيه الراجل من فوق السور ومات. وقتها ماتيو بيقول لهم إن لو التسجيلات الكاميرات أثبتت تورط واحد فيهم وإن الوفاة ما كانتش طبيعية يتعاقبوا كلهم. وبيسأل ماتيو واحد من الاتنين التانيين إذا كان ضربه وتسبب في سقوطه وموته، لكن هو بينكر إن كان سبب في أي حاجة. ونرجع مرة تانية لأدو وبنشوفه بيلعب مع أصحابه كورة، وبيجي واحد اسمه نيكو بيقول له أنت عارف إني أنا صاحب أبوك وإني برعاكم من ساعة ما أبوك سافر وبشوف كل طلباتكم، ودلوقتي واحد صاحبي محتاج عجلة علشان ينقل عليها شوية حاجات، وأنا فكرت في العجلة بتاعتكم وهيدفع فلوس كويسة. لكن أدو بيعرفوا إن العجلة بتاعتهم ضاعت. وقتها بيسألوا إيه اللي حصل. ونروح نشوف جونز وباين عليه متضايق، كان بيستحمى وبيجيله تليفون إنه هيروح يستقبل حد في المطار، وبيقول إنه هيروح على المطار بنفسه. وفي نفس الوقت بيسمع صوت ضحك ودوشة وناس بتغني، وبيبص يلاقي مجموعة الحراس اللي بيشتغلوا معاه بيغنوا وبيرقصوا، وبينزل يقول لهم هو انتوا عاملين حفلة ولا إيه؟ واحد منهم بيرد عليه وبيقول له أنت مالك؟ فبيقول لهم أنا فاكركم بتغنوا وترقصوا فرحانين بموت الفيل. فبيرد عليه كابيلا عندنا عيد ميلاد وبنحتفل. وقتها بيقول له على الأقل احترموا حزن الناس على الفيل اللي مات النهاردة، ده يعتبر من أحسن الفيلة في المحمية، وكمان مش فقدناه لوحده، في الفترة الأخيرة فقدنا 4 أفيال. فبيرد عليه وبيقول له أنت ولا واصي عليا ولا صاحب الشغل بتاعي، مش من حقك تقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. فبيرد عليه جونز وبيقول له أنا اللي بجمع تبرعات علشان أحافظ على حياة الحيوانات في المحمية. وقتها بينفعل عليه وبيقول له أنت ما بتحسش غير بالحيوانات وبس، عشان كده هتفضل طول عمرك حزين وبائس. وبيقول له كمان أنت لو اتعاملت مع أهل القرية كويس هيساعدوك تلاقي الصيادين اللي بيقتلوا الحيوانات. وقتها بيرد عليه جونز ويقول له على الأقل تظهر بالحزن يا كابيلا، وأنت مش باين أنت مع أهل القرية ولا مع الصيادين ولا مع الحكومة. وقتها كابيلا بيطلب منه يمشي لكن بيفضل واقف، فواحد بيحاول يخرجه بالعافية لكن جونز بيزقه. وقتها كل الموجودين بيتلموا عليه وواحد منهم بيرفع السلاح في وشه، لكن كابيلا بيقول لهم سيبوه يمشي. ونروح نشوف أدو وأخته نايمين، وبيدخل عليهم 2 من الصيادين ومعاهم سلاح وبيكونوا عاوزين يخلصوا عليهم لأنهم متأكدين إنهم شافوهم وهم بيخلصوا على الفيل. ولما أمهم بتحس بتقوم تعطلهم وتقول لولادها يهربوا، وفي الوقت ده بيضربوها ويزقوها، ويكون أدو وأخته نطوا في النهر عشان يهربوا، وبيسمعوا صوت رصاص وبيكونوا خايفين على أمهم، لكن في نفس الوقت بيخافوا يرجعوا. وتاني يوم الصبح بنشوف جونز محضر نفسه وخارج، وبيجي كابيلا يقول له من الأحسن إنه ما يرجعش تاني لأن محدش من الحراس عاوزه ولا أهل القرية كمان بيحبوه، وبيعرفوا إنهم هيقدموا في شكوى في حماية البيئة علشان يجيبوا واحد غيره. لكن جونز مش بيهتم بكلامه وبيقول له أسبوعين وراجع بس. ونرجع مرة تانية نشوف أدو وأخته وبيقول لها إنه خايف على أمه، لكن هي بتقول له إنهم لازم يروحوا عند عمتها ليكي
وبيقفوا على الطريق يحاولوا يوقفوا أي عربية توصلهم، وفي نفس الوقت جونز بيكون معدي لكن مش بيقف لهم وبيمشي، وبعدها بيروح على المطار وبنشوفه بيستقبل بنت جميلة اسمها ساندرا، وبتكون بنته في الطريق بتقول له إن أمها قالت لها إن في فيل مات، فبيقول لها صح كلامها مظبوط. وقتها بتسأله بتقول له ليه ما استخدمتش طيارات هليكوبتر علشان تقدر تلاقي اللي قتلوه. ولما بيسمع كلامها بيقول لها وانت عارفة تكلفة الطيارة الهليكوبتر كام؟ فبتقول له ايه يعني انت غني وعندك فلوس كتير وتقدر تصرف من مالك الخاص. ومش بيعجبه كلام بنته وبيقول لها تسكت احسن عشان هي مش فاهمة اي حاجة. ومرة تاني نشوف ادو وآلي وهم واخدين الطريق مشي، لكن في الطريق تعب ادو جدا وكان عطشان ووقع من التعب، وجريت عليه آلي وشالته وراحت بيه عند النهر وفضلت تغسل له وشه بالمية لحد ما فاق. ولما فاق سألها لو أنا مت كنت هتعملي إيه؟ فبتقول له كنت هكمل طريقي عادي، لكن بتحضنه جامد وبتبوسه. ونروح نشوف جونز واخد العجلة ورايح مقر حماية البيئة علشان يدوروا على صاحبها لأنه أكيد له علاقة باللي اصطادوا الفيل، لكن المسؤولة هناك بتبلغه إنه موقوف عن العمل. وقتها بيقول لها إن كابيلا بيشتكيه مكيدة والشكوى مش حقيقية، بس بتعرفه إن مش كابيلا لوحده اللي اشتكاه، لكن اتقدمت فيه شكاوي كتير وإن ما بقاش حد طايقه ولا طايق طريقته، فالأحسن إنه ياخد إجازة ويرجع إسبانيا. لكن جونز بيرفض، فبتبلغه إنه لو فضل مكانه يخلصوا عليه. ونروح نشوف آدو وآلي قدروا يلاقوا عربية يركبوها مع مجموعة من الناس وكانوا مبسوطين جدا لأنهم كانوا تعبانين قوي. ونرجع لجونز اللي أخد العجلة ورجع لقي بنته قاعدة مع شاب أسمر وبيضحكوا ويهزروا مع بعض. ولما قرب منها الشاب مشي. وقتها جونز قال لها انت مش في اسبانيا، يا ريت تاخدي بالك من تصرفاتك. وبعدها بنشوف الحارس ماتيو وبيحققوا معاه بخصوص الراجل اللي وقع من على السلك الشائك ومات، وبيأكد ماتيو للمحقق ان مفيش واحد منهم غلط او قصر في مهامه. ونروح مرة تانية لآدو وآلي وكانوا وصلوا لعمتهم واديتهم رقم تليفون ابوهم في اسبانيا وركبتهم مع واحد هيهربهم على اسبانيا ووصتهم يخلوا بالهم من الرقم وما يضيعش منهم علشان هيتصلوا بيه كل أسبوع. وفي الطريق بيبلغهم السواق إنهم محظوظين وهيركبوا الطيارة لباريس، وبيوصلهم عند أسلاك المطار وبيقول لهم إن الطيارة هتطلع على باريس بالليل وهم المفروض هيتسحبوا ويركبوا في المكان المخصص للكلاب في الطيارة أو عند العجل. وآلي بتقول له أنت المفروض كنت توصلنا إسبانيا عند أبونا، لكن بيقول لهم مش هقدر أعمل لكم أكتر من كده، وبيرمي لهم حاجتهم على الأرض وبيسيبهم ويمشي. وبيقرروا إنهم هينفذوا اللي قالوا المهم يهربوا. ولما بيجي الليل بيروحوا يستخبوا في مكان العجل، وأول ما الطيارة تبدأ تطير في الجو بيكونوا خايفين ومرعوبين لحد ما العجل بيرجع مكانه بيهدوا يقعدوا. لكن آدو بيقول لها إنه بردان فبتلبسه كل الهدوم اللي معاهم. ولما بيطلع النهار بيكونوا قربوا يوصلوا وبيصحى آدو وينادي على أخته لكن مش بترد، ولما بيحاول يحركها بتترمي وبيعرف إنها ماتت من شدة البرد. وفي نفس الوقت بيكون عجل الطيارة بينزل استعدادا للهبوط، فبتقع آلي في الهواء وبيصرخ آدو وينادي عليها. ولما بيوصل المطار بينزل ويشوفوا واحد من طاقم الطيارة وبيقرب منه وبيسأله بيعمل ايه هنا، فبيقع مغمى عليه من كتر التعب والإرهاق. ونروح نشوف جونز بيتخانق مع بنته لأنها كانت طول الليل في حفلة وهناك ادوها سن فيل مش حقيقي مصنوع من البلاستيك، لكن أبوها لما بيشوفه بيتضايق ويزعق لها وبيقول لها إن مش هينفع تسهر طول الليل وتعمل كمان اللي في مزاجها زي ما كانت بتعمل مع أمها. فبتقول له ساندرا أنت ما كنتش معايا لما كنت مع أمي عشان تعرف كنت بعمل إيه، وأنا ما بقتش صغيرة وعارفة أنا بعمل إيه كويس. ونروح نشوف ماتيو راجع على بيته وأول ما بيوصل بيلاقي واحدة بتنادي عليه وبتعرفه بنفسها إنها محامية من منظمة حماية حقوق اللاجئين وجاية عشان تتكلم معاه بخصوص الحادثة اللي حصلت، وبتسأله إذا كان حد ضرب تاتو اللي مات وكان ده سبب موته، لكن بيقول لها إن ده ما حصلش. هما كانوا بيمنعوهم إنهم يعدوا من السور السلك بدون تعدي أو ضرب، بل بالعكس هما اللي كانوا بيحدفوا عليهم حاجات من فوق وقاصدين يأذوهم. وبيكمل وبيقول لها لكن انتوا مش بتدافعوا عن أي حد غير اللاجئين، هم أهم حاجة بالنسبة لكم. فهي بتقول له إن أصحاب تاتو اللي كانوا موجودين أثناء الواقعة هيجوا يشهدوا باللي حصل. وبتقول له كمان عاوزك تسأل نفسك سؤال واحد بس، انت عاوز اللي حصل ده يتكرر تاني؟ وبعدها بتسيبه وتمشي. ونرجع نشوف آدو فاق وبيلاقي ولد اسمه مسار قاعد معاه في نفس المكان وبيعمل حركات سحر وبينبسط منها آدو وبيسأله بتعمل كده ازاي، فبيقول له انه سحر. وبيكون في عسكري واقف بيحرسهم وبيتعرفوا على بعض. وبعد شوية بياخدوهم ينقلوهم في عربيات شرطة مقفولة، لكن في الطريق بيقفوا عشان في خناقة. وفي الوقت ده مسار بيستغل الفرصة ويفتح باب العربية وبياخد آدو ويهربوا. ونرجع مرة تانية لجونز اللي اخد بنته عند دكتورة يعرفها اسمها كارمن
علشان يعمل لها تحليل مخدرات لأنه شاكك فيها. وبتحاول كارمن تفهم ساندرا إن أبوها بيحبها وخايف عليها، لكن هي مش شايفة كده خالص، وشايفة إنه أب غير مسؤول وإنه سابها هي وأمها وجري ورا هواياته والحيوانات والمحميات اللي بيشتغل فيها. وبعدها بيقوموا عشان تسحب لها العينة، وفي الوقت ده بتقول لها ساندرا إنها أخدت مخدرات على خفيف امبارح. ونرجع نشوف آدو بيقول لمسار إنه جعان وبيسيبه نايم ويروح بيحاول يتصرف. ولما بيصحى آدو ما يلاقوهوش، بيدور عليه وبيلاقيه جاب فلوس وياخده ويروحوا ياكلوا لحد ما يشبعوا. وبعدها بنشوف واحد بيجري ورا مسار علشان سرقه وبيمسكه يضربه، وبيحاول آدو يخليه يسيبه لكن بيضربه هو كمان. وبيكون مسار سرق منه برضه وبيروحوا وبعدها ياكلوا. وبعد شوية بنشوفهم قاعدين على البحر، وبيسأل آدو إيه اللي في ظهرك ده يا مسار؟ فبيقول له مسار إنه هرب من الصومال ومن سنة ومشي على رجليه، وقتها الشمس حرقت ظهره. ونرجع لساندرا وأبوها راكبين الطيارة ومسافرين، ولما بتسأله أنت راجع ليه؟ فبيقول لها إنه حصلت مشاكل مع حماية البيئة وده بسبب طباعه الحادة، وبيعرفها إنها ورثت نفس الطباع منه، وبينصحها إنها تحاول تغير الطباع دي عشان ما تتعبش في حياتها. وبيوصل جونز وهو وبنته المغرب وبيدخلوا البيت، وبيكون واخد معاه العجلة بتاعت أدو، وبيكون البيت متعلق على حيطان وصور الأفيال، وبيكون ليها ذكريات مع جونز. وبعدها بنروح نشوف أدو، وفي واحد راكب عربية بينادي عليه وبيقول له تعالى خد شوكولاتة، وبيطلب منه يركب معاه العربية، وكمان بيقول له هديك فلوس كمان. وبيركب أدو وبيبدأ الراجل يلمسه لمسات مش بريئة، وبيصرخ وبيستنجد بمسار. ولما بيسمع بيجري بسرعة ناحيته وبينقذه ويضرب الراجل على دماغه بالطوبة، وبياخد أدو الفلوس ويجري. وبنشوف ساندرا راحت تسهر في مكان، ولما أبوها بيعرف مكانها بيروح ياخدها بالعافية ويقول لها إن المكان ده مليان بتجار المخدرات ومش لازم تيجي هنا. لكن هي بتزعق وتقول له أنا كبيرة كفاية وعارفة مصلحتي كويس، وبلاش تلعب معايا دور الأب الصالح. وتاني يوم الصبح جونز بيبلغها إنه جاله شغل في محمية ولازم يروح يعمل مقابلة، وبيعرفها إنه كلم أمها عشان ترجع لها مرة تانية. وقتها بتقول له بالسهولة دي؟ فبيرد عليها ويقول لها أنت عندك حق، أنت كبيرة كفاية وعارفة الصح من الغلط، وأنا عملت اللي عليا وحاولت أقرب منك كتير لكن واضح إن مفيش فايدة. ونروح نشوف ماتيو بيجهز نفسه ورايح بيستعد عشان يحضر التحقيق، وبيتجمع هو وأصحابه والمحامية عشان التحقيق. ونرجع لآدو ومسار اللي راحوا مع مجموعة من المهاجرين وقاعدين في المخيمات. ولما بيتعب مسار وبتيجي واحدة من الرعاية الطبية عشان تكشف عليه، وبتلاحظ بثور شكلها غريب في جسمه وكمان التهابات في زوره، وبتقول له إن لازم يروح المستشفى، وبيعرفها إنه ما عندوش أوراق رسمية، وبتحذره إن جهازه المناعي ضعيف وده خطر عليه. وبيكون مسار حزين لأنه بيحس إن نهايته قربت، وبيحاول يسرع بالهروب عشان يأمن أدو قبل ما يحصل له حاجة. ولما بيسأله أدو هنهرب إزاي؟ إحنا مش هنعرف ننط من على السور. ونروح نشوف التحقيق والمحاكمة اللي برأت الحراس من قتل تاتو، ونرجع نشوف مسار وأدو بيهربوا عن طريق البحر. وفي نفس الوقت بيكتشف جونز إن بنته بتاخد مخدرات ومخبياها في سن الفيل اللي معاها. ولما الشمس بتغرب بينزل مسار وأدو البحر بالعوامات، وفي نفس الوقت بيحتفل ماتيو ببراءتهم. وبيقف ماتيو بيتكلم مع واحد صاحبه عن تاتو، وقتها بيقول له صاحبه إن المشكلة في تفكير الأفارقة، وإن كلهم عاوزين يهربوا ويسيبوا بلدهم، وإنهم لما بيشوفوا السور المانع وسلك الشائك بيفتكروا إن ده معناه إنهم غير مرحب بيهم في بلادنا. وبيسأل ماتيو أمال معناه إيه؟ وقتها بيكمل كلامه وبيقول له إن السور ده بيقول لهم خليكوا في بلادكم وحلوا مشاكلكم بنفسكم. ونرجع مرة تانية نشوف أدو ومسار مكملين طريقهم في البحر، لكن الحبل اللي بيربط العوامتين بيتقطع وبيخاف آدو لأنهم بيتوهوا من بعض، وبيكون تعبان وبردان وخايف. وفي نفس الوقت بتكون مناوبة ماتيو بيكتشفوا وجودهم في المية وبينزلوا ينقذوهم بسفينة إنقاذ، وبتستقبلهم الشرطة وبياخدوهم معاهم. ونروح نشوف جونز بيودع بنته وبيوصلها المطار ومعاها العجلة، وبيقولها لو احتجت حاجة كلميني. وبعد ما بيمشي الشرطة بتطلب من ساندرا تروح معاهم، وبيفتشوا شنطتها تفتيش دقيق، وبتلاقي المفتشة سن الفيل، وبتكتشف إنه بيتفتح وبتلاقي فيه حتة القماش الملفوف فيها مخدرات. لكن لما بتفتحها بتلاقي جواها منديل مرسوم عليه فيل، وبيكون أبوها شال المخدرات وحط مكانها المنديل. وهو في الطريق وبيلاقي ساندرا بتتصل بيه وبتعيط، لكن بتقوله إنها كويسة وبخير وفرحانة إن ما اتقبضش عليها. ونرجع مرة تانية لمسار وآدو راكبين عربية الشرطة، وبياخدوا مسار بالعافية لكن بيفضل ينادي على آدو وهو بينادي عليه لكن بيبعدوهم عن بعض. وبعدها بنشوف آدو بيصحى من نومه يلاقي نفسه في مركز الأطفال وبيخلص في المينا، وآدو بيخرج يبص يمين وشمال وبيتمنى يشوف مسار مرة تانية.